حاجة بس نتكلم عنها، هو ايه اللي بيحصل في البلد، والبلد لحد امتى هتفضل كده؟ مش عايزين ناس تنزل ولا تتكلم، يبقى مفروض نتكلم على القضاء اللي هو ادى الناس دي كلها براءات، وازاي الناس دي تاخد براءات، واصلا انت ما عندكش زي ما بتقول ما فيش دليل. في دليل ازاي؟ اصلا هيبقى عسكري ولا هيبقى ضابط ولا هيبقى لواء هيجيب على ابوه اللي هو عينه، هيجيب عليه حاجه مستند تقول ان دوت عمل مشكله وقتل ثوار وقتل وقتل وقتل. كل الناس لما تطلع براءات يبقى ده دليل عن ايه؟ عن البلد نايمه في العسل. الجيش نايم في العسل، الداخليه نايمه في العسل، القضاء نايم في العسل، كله نايم في العسل. المفروض ان كل دوت يبقى فيه حاجات نقول ان في حاجات اتقضت فعلا. انتوا السبب، الناس والحكومه هي السبب الناس دي تنزل تاني. واحنا بنتكلم ما فيش حاجه اصلا تمت في البلد. ايه اللي تم في البلد ايجابي؟ تم كل الناس خدت براءات، ولا واحد من قتل ثوار اصلا موجود في السجن، ولا موجود في السجن، كله طلع براءات. الثوار دول قتلوا نفسهم. الداخليه والتحريات العسكريه والمخابرات وكل الجهات لو عايزه تجيب حد هتجيب حد. الناس بتوع موقعة الجمل واللي قتلوا الثوار موجودين اصلا على جميع القنوات، ومعروفين هم منين وطلعوا منين، اتحركوا من الهرم من انهي مكان اتحركوا، معروفين. يعني نقدر لو احنا الداخليه عايزه تجيبهم ولا الرئاسه عايزه تجيبهم هتجيب الناس دي، هتجيبهم وتقاضيهم، لكن هي مش عايزاهم اصلا. اللي يجيب اللي حرق المجمع العلمي هيجيب الناس دي، هيجيبوا زي ما جابوا الناس في وقت الثوره وكانوا بيقضوهم وبيقولوا يرشدوا على الناس دي. ما يقولوا يرشدوا على الناس دي، هم مش عايزين يرشدوا على الناس دي ليه؟ ليه مش عايزين يرشدوا على الناس؟ خايفين على البلد؟ انتوا بعتوا البلد اصلا، يعني الناس اللي موجوده هي اللي باعت البلد. لو ما عادش البلد هيبقى موجود. تتكلم تاني على احزاب هي السبب في التشتيت، كل اللي حصل ده الاحزاب. امريكا ليه امريكا؟ معروفين فيها حزبين، الجمهوري والديمقراطي. احنا هنا في مصر مليون حزب، مليون حزب، كله طلع على الثوره، كله طلع على الثوره. اللي كان جاي يتفرج طلع عمل حزب فكان موجود في الثوره. كل واحد عمل له حزب فككوا البلد. لو الناس دي بتحب البلد ما كانش عملت مليون حزب. يعني مليون حزب ده هو اللي بهدل البلد، انها تتقسم احزاب وكله طالع على مصلحه شخصيه. مفيش، وانا بتكلم وبقول مفيش حزب ومفيش حد بيحب البلد. اللي بيحب البلد يحاول يصلح البلد، مش يحاول يخرب البلد. الرئيس جه، كل مفروض كل الاحزاب كل الفئات تقف تناصر الرئيس لحد ما يقول عملنا ايجابيات. مفيش ايجابيات، مفيش ايجابيات، يبقى وقتها كلنا نتحد ونقول مش عايزين الراجل ده. انا مش بدافع عن الدكتور مرسي ولا معاه ولا ضده، انا بقول البلد. لكن كل اللي بيحصل البلد ده كل الناس هو عايز يبقى مين؟ عايز يطلع شو اعلامي، عايز يقول ان انا عملت حزب وانا بايد وانا بايد وانا بايد. وللاسف لمين شويه ما ينفعوش اصلا يكونوا دول مصريين. اللي يحب مصر فعلا ما يخربهاش، لكن كل ده بيخرب، الاحزاب بتخرب، كل ده بيخرب وده كله بيخرب. وانا بقولها كده، الاحزاب طول ما هم اتقسموا في مليون حزب فده تخريب للبلد، مش معارضه. المعارضه يبقى مليون حزب عشان ابقى معارض؟ لا، انا اشكل حزب قوي قصاد حزب قوي واقدر اقول كده، لكن ما يبقاش حزب قوي وانا مليون حزب وضعيف. وابقى ضعيف. كل اللي بيحصل دوت مش عاجبه يروح يقول لك سلام عليكم، مش عاجبني اللجنه التاسيسيه للدستور مش عجباني، سلام عليكم، اروح سيبها وماشي. بعد ايه؟ بعد ما قعدت فيها كل دوت ومش واضحه لك من الاول ان هي غلط. هي مش واضحه لك من الاول انها غلط، ولا عشان تقولوا ان احنا كنا موجودين ومشينا ما كنتوش دخلتوا من الاول. انا مش مع الدستور ده ولا مع اي حاجه من اللي بيحصل في البلد، لاني انا بتكلم بصفتي مصري ومواطن مصري. كل اللي بيحصل في البلد ده خراب 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 لمصر. تونس بسم الله ما شاء الله فيها الامان وفيها الاستقرار، واحنا لسه لحد الان عمال نخرب في البلد، مش بنصلح في البلد. وكل الناس اللي بتتكلم ديت كله كلام زي ما بيقولوا كده في المثل البلدي، كله كلام في الهوا، كله كلام في الهوا. في بلد تحبها وعايز تفيدها تقول انا فدت البلد، لكن تشكل مليون حزب وتبقى موجود ونتكلم بقى على القضاء لما يطلع براءات وعمال ده يطلع براءات. طب انت ما فيش عندك تقدر تجيب مستند دليل؟ يبقى خلي الناس دي محبوسه لحد ما تجيب الدليل. شايف الداخليه ما اتطهرتش، ما فيش ولا داخليه ولا شيء اتطهر في البلد ولا مؤسسه كويسه في البلد.
ولا بتقدم خدمات للبلد، ولا اي حاجه اتعملت، ولا حتى المفروض محاكم ثوريه للناس دي من الاول. انت جايب دلوقتي عزيز طلع مبارك عفو طبي، طلع الناس المساجين اللي هم المساجين اللي هم مساجين في ايه بقى؟ في شيكات، في وصولات امانه، في الحاجات دي كلها طلعها بقى. انت جاي على ده؟ واحد كان واخد ثلاجه ولا واخد بوتاجاز ولا واخد حاجه قسط عشان يجوز بنته ياخد له 12 سنه وراجل كبير ويموت في السجن، وده اللي واخد مليارات عايز تطلعه ازاي؟ هو في ايه بالظبط؟ هو كله بيترص على كله ولا ايه؟ نتمنى مصر ترجع زي ما كانت مصر هي بلد الامن والامان. للاسف بنقول عليها دلوقتي بلد الحراميه وبلد الاونطاجيه وبلد الاحزاب، ومفيش حاجه في البلد مش تتعدل. نتمنى مصر ترجع زي ما مكتوب ادخلوها امنون، نتمنى نخشها امنون فعلا وتبقى مصر بلد الامن والامان. والسلام عليكم ورحمه الله. مش هنمشي
ايوه